حليتي الفريجيدير تاعك ولقيتي ربطه القزبر والمعدنوس وحتى النعناع مدبالين، غادي نعطيكم احسن طريقه لتجفيف القزبر والمعدنوس. ما تدخليهم للمجمد، ما تجفيهم في السمش، راح تكون طريقه اكسبريس ورائعه جدا. مام شوفوا لي هنا القزبر تاعي كيفاش راه، يعني اللون تاعه، يعني هذا القزبر ماهوش جديد، ولكن هذه طريقه رائعه باش ما نقيسوش الحشاب تاعنا. انا هنا جبت الاير فراير، سينو نتوما ديروا في بلا تاع الفور نفس الشيء، سواء تحطوها في الفور يعني في البلا دخلوها تنشف في الكوشه على نار هاديه حتى وين تيبس معاكم، ولا روحوا حطوهم هكا في الاير فراير كيما شفتوني. قلعت غير الورق تاع القزبر هو الاول، من بعدها حطيته كيما شفتوا في الاير فراير وحطيت الشبكه فوقه، دخلته على يعني درت لا طومبيراتور درت 100 يعني 100 درجه، وخليته على نار هاديه مره لمره نخرج ونتوشي. كي لقيته يبس خرجته. نفس الشيء تاني عاودت مع المعدنوس، نفس الطريقه. اللي بغات الوصفه بالكامل والتفصيل تروح لقناتي على اليوتيوب كريمه فارس راح تلقوها بالتفصيل. المهم نفس الشيء ايضا كما شفتوا هنا المعدنوس. دركا نعطيكم فكره، انا شتوني كميه كاس عندي قليله، درك غير تخرج نخليها تبرد تماما باش نروحوا نكرفسوها، ولا كما راكم تشوفوا نفتوها بلا ما نديروها في الاشوا غير بيدينا، وهذه هي النتيجه اللي صراحه مبهره.